وكانت آخر مسألة طرقناها وطرحناها مسألة إعلان النكاح، وقد ذكرنا أن لإعلان النكاح 3 أحوال. الحال الأولى إعلانه بما ينعقد بهم النكاح، وهم عند الجمهور 5: الزوج والزوجة والولي والشاهدان. وعند الأحناف 4: الزوج والزوجة والشاهدان. وهذا الإعلان فرض، فإن لم يوجد فهذا النكاح نكاح سر وسفاح، وليس نكاحا صحيحا. والحال الثانية إعلانه للعموم بإقامة الوليمة مثلا، والضرب عليه بالدف، والإعلان بوسائل الإعلان المتعارف عليها. وهذا عند جماهير أهل العلم سنة، إن فعل فهو الحسن الأحسن، وإن لم يفعل فلا إثم ولا أثر لترك ذلك على صحة عقد النكاح. والحال الثالثة إعلان النكاح لقدر زائد عمن ينعقد بهم النكاح، كبعض أقارب الزوجة مثلا، أو بعض الجيران مثلا. وهذا محل خلاف بين العلماء، فعند جمهور الفقهاء عند الحنفية والشافعية والحنابلة هذا سنة، إن فعل فحسن، وإن لم يفعل فالنكاح معلن صحيح ما دام أنه وجد فيه من ينعقد بهم النكاح. وذهب جماعة من الفقهاء منهم الإمام مالك رحمه الله وجماعة من الحنابلة إلى أن إعلام قدر زائد عمن ينعقد بهم النكاح بالنكاح فرض واجب، وأنه إذا لم يفعل وتواصى أهل النكاح بكتمانه فيما بينهم أنه نكاح سر وأنه نكاح باطل. وقال الإمام مالك رحمه الله إنه يفسخ. وقلت لكم المسألة اجتهادية والخلاف فيها قوي، والراجح عندي والله أعلم أن إعلان النكاح بإعلام قدر زائد عمن ينعقد بهم النكاح واجب، يأثم من يتركه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعلنوا هذا النكاح. وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، غير أنه لا يؤثر في صحة العقد، لأنه أمر يلحق العقد بعد انعقاده، فلا يؤثر في صحة العقد، فالعقد صحيح مع الإثم.